هذا العام عندنا حوالي 650 عارض من 36 دولة، ورانا نتسناو إن شاء الله 23 ألف زائر محترف. في هذا الزوار اللي عندنا ثاني كاين نسبة منهم اللي هما أجانب يجيو. علاه جاو يجيو الاجانب لنا راح يشوفوا، يحبوا يجيو يشوفوا المنتوج الجزائري. علاه؟ باسكو عندنا هذا العام 150 شركه جزائريه تصنع. لو صالون ديفيني لا فيترين تاع لا برودكسيون لوكال والمنتوج الجزائري. كاين يعني دي زيترونجي كي سون انتريسي بار لا برودكسيون ناسيونال. شفنا بلي هذا العام دوبوي دي كيلكو زاني كاين بزاف المنتوج الجزائري دار لو بوز يعني في الخارج، و سا ديمونتر لو ديناميزم تاع لو سيكتور. وسورتو ثاني كاين بزاف المستثمرين اللي يهتموا دوبوي دي زاني في لو سيكتور اغروليمونتير اللي ولينا اون امبورت كازيمون تاع كل الجيريان كونسوم الجيريان. انا واحد منهم جو ناشيت جو كونسوم كالجيريان دوبوي دي زاني اي باسكو علاه تو سامبلومون le produit est disponible et de très bonne qualité. Donc, le Ma'arad Hadaya, pendant 4 jours, c'est le savoir-faire, c'est la vitrine, le savoir-faire algérien, où on attend, Inch'Allah, 23 000 visiteurs qui m'ont dit. مرحبا الناس اللي يحبوا ينفيسيو في هذا المجال، شركات الناشئة، donc les jeunes qui veulent investir dans le domaine de le secteur هذا تاع l'agroalimentaire. مرحبا بهم sur le salon. Ceux qui veulent agrandir leurs investissements, toutes les solutions seront présentes sur le salon.